مصري قولي ايه، تقولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري تقولي ايه، تقولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق، قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري، بسماري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري، وبخفة دمي مصري. وكل مصر الله عليه، وكل مصر الله عليه، وكل مصر الله عليه. ملوك الجدعنة ودي حاجة في طبعهم، وعشقهم أنا وأتمنى حبهم. ملوك الجدعنة ودي حاجة في طبعهم، وعشقهم أنا وأتمنى حبهم. شربت من نيلها مصر، وقلبي حنلها مصر، وقلت أغني لها غنوة محبة وفخر. يا رب تحميها، يا رب خليها، انصرها عليها، احميها من كل شر. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق، قولها بأعلى صوت. وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري، بسماري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري، أو بخفة دمي مصري. وكل مصر الله عليه، كل مصر الله عليه، كل مصر الله عليه. مستمعينا، ورجعنا لكم تاني في قيم إنسانية، والحوار مستمر لسه مع محمد عيسوي. في اللقاء بإذن الله هيكون لقاء مستمر مع بعض، وأي تساؤلات ممكن نطرحها برضه على الفيس وعلى جروب على فيك ولا مصر، بحيث أي سؤال عندكم يجاوب عليه محمد عيسوي مباشرة، ونفعل الموضوع بإذن الله في الفترة الجاية إن شاء الله. بقول لك يا محمد، في الفترة اللي فاتت ممكن تدينا خلفية عن فيك ولا مصر والنشاط اللي انتوا عملتوه على أرض؟ أنا عارف إن انتوا كان لجان ولجنة إعلامية ولجنة سياسية ولجنة اجتماعية. تمام. يمكن ده تأثيره على الشارع المصري أو تأثيره في الفترة اللي فاتت كان موضوع على كبير فكرة عن أنا مصر احنا عملناها في ظل أحداث الثورة في 2010. كان الهدف منها الأكثر منه التوعية بجانب الجوانب الاجتماعية أكتر من الجوانب السياسية. تمام. خصوصا ان الشعب كله في وقتها كان مترابط جدا، كنا بنتفاعل مع بعضنا في اي حاجه، كان كلنا قلبنا على قلب بعض، كنا مسلمين مع مسيحيين، كنا فعلا يعني ايد واحده بمعنى الكلمه. تمام. ففكرت ان احنا نجمع كل الكلام ده ونحطه في اطار على فكره انا مصري. اسم على فكره انا مصري كان بيعبر عن الحاجه اللي احنا عايزين نقولها للناس. احنا عملنا ثوره، احنا مصريين. احنا بعد ما عملنا الثوره والشوارع كلها كانت متبهدله عندنا ونضفنا، احنا مصريين. ايا كانت بقى الاحداث اللي كانت بتحصل في وقتها، بس كان الهدف الرئيسي بتاعها الاهتمام بالجوانب الاجتماعيه اكتر. تمام. فعملنا مجموعه رحلات لتنشيط السياحه، عملنا عده ندوات للتوعيه السياسيه، شاركنا جمعيه رساله في اكتر من كذا مكان، رحنا اطفيح، بنينا مساجد، بنينا جهزنا مساجد، بنينا اسقف بيوت، عملنا وصلات ميه مع جمعيه رساله طبعا. عملنا حفلات لليتيم، لعيد الام، شاركنا بعض الجمعيات الخيريه في مختلف انحاء محافظه القاهره. طب مين يا محمد اللي بيدعمكم في الحاجات دي كلها؟
ما انت اسماعيل انت كنت متابع معانا تقريبا في الفتره دي. كلها لكن كانت طبعا جهود انا خاصه. متابع، لكن الساده المستمعين طبعا يمكن السؤال ان طبعا أنا في تمام. مكاني ده بلتزم الحياد الحياديه طبعا اكيد. طبعا هي كلها كانت جهود خاصه، احنا كنا بنلم من بعضنا ساعات، كنا فينا بعض اللي يقدر كان يعمل حاجه كان بيتكفل بيها لوحده تماما. زي مثلا كنا بنجمع الباصات للرحلات، كنا بنعمل يا دوب بالظبط بناخد مثلا خصم من لكن الحركات السياسيه كان ملهاش دور معاكم زي 6 ابريل لا احنا كنا بنتكلم بالهويه المصريه. خلينا بقى نتكلم شويه بالحاجه اللي تنفع الناس. انا لما اتكلم بهويتي المصريه احسن ما اتكلم بانتمائي لاي حركه سياسيه او اي حزب. احنا مهما كنا عن الترتيب بتاعنا في الاحزاب، في الاخر انت مصري، المكتوب في بطاقتك انا مصري، مش مكتوب عندك انا حزب فلان او حزب علان. طب خلينا برضه اطرح سؤال بيتردد في الشارع المصري دلوقتي، ان بيقول لك ان حركه 6 ابريل مدعمه من الخارج ومدعمه من امريكا بالتحديد وقطع المعونه ومش المعونه. انت رايك ايه بانك راجل ناشط سياسي، فاحب ان انا اسمعك في الحته دي او تنور. بص يا اسماعيل، انا ليا وجهه نظر مختلفه. اللي عنده اثبات على اي حاجه يقدمها، واللي مش هيقدم ده مقصر ويتحاسب قبل 6 ابريل لو كان عندهم اي حاجه. ما هو المجلس العسكري طلع بيان قبل كده يا سيدي الفاضل. لا هو يحاسب بقى، يعني مدان بحاجه بيتم محاسبته فورا. لكن الكلام بدون اي اثباتات، يا رب حد مننا يكون محترم للجميع. ما ينفعش كلام بدون ادله. تمام. طب خليني برضه اسالك سؤال يمكن بيتردد في الشارع ده. انت عارف جماعه الاخوان طبعا ليها مرشد ومبداها السمع والطاعه. انت شايف الكتاتني في الكورس اللي هو فيه او في المنصب اللي هو فيه دلوقتي بياخد تعليمات من المرشد ولا بياخد كل ارائه من نفسه؟ مع احترام الاراء الجميع اللي اتقالت قبل كده، انا لا وجهه نظر مختلفه. اصل حزب الحريه والعداله جماعه الاخوان المسلمين، ولائهم الاول والاخير الجماعه الاسلاميه. جماعه الاخوان المسلمين، فسواء الدكتور سعد الدين الكتاتني او اي حد بينتمي لحزب الحريه والعداله، اوامره بتصدر من المرشد العام. يعني خلينا اقول على لسانك ان رئيس مجلس الشعب بياخد اوامر من المرشد؟ مش اوامر بس، له بعض الدلاله عليه زي ما بيقولوا، له بعض برضه الكيان الاستحواذ عليه. وادله كتير طبعا في البرلمان، يعني اللي بيحصل فيه ده ايجابي. طبعا البرلمان له ايجابيات وسلبيات. سعد الكتاتني لسامي مهوان اللي عنده 77 سنه ولا 76 سنه. هقول لك على حاجه، احنا 50 مليون شاب، هل ما فيناش حد يقدر يقوم باي دور من الناس الموجودين حاليا؟ احنا شباب كتير جدا، لازم نستغل بقى، ده وقتنا بجد. اي دوله في العالم عندها 40% شباب بتتحول في ظرف 3-4 سنين لدوله عظمى. احنا النهارده 50 مليون شاب، هناخد وقتنا امتى؟ انت شايف هناخد وقتنا امتى يا محمد؟ لما الشباب هم فعلا اللي يحكموا، لما الناس يبداوا يسمعوا الشباب. احنا النهارده اللي بايدينا نخلي البلد دي تبقى يعني قدام 100 سنه و200 سنه، بس يعني ناخد الفرصه بتاعتنا، مش مجرد ما حد فينا يتكلم لا ده خاين، لا ده عميل، لا ده ممول. احنا لو بنتكلم عن التمويل، عندنا جماعه الاخوان اكتر حد ممول في مصر بحالها. معاك دليل؟ انت لسه بتقول ان لسه بقول انت معاك دليل؟ الادله كتير جدا، بس احنا مش شايفين. احنا بنشوف بس اللي احنا عايزين نشوفه. فاهم قصدي ايه؟ لكن كتدريب الاخوان بيتدربهم في كل حته. تمام. شبابهم تم تدريبه في منظمات فيدرام هاوس، IRI، كل المنظمات تقريبا يعني. تمام. يعني طبعا زي ما قلت قبل كده، وكل اعماله فسيرى الله عملكم. انت شايف العمل دلوقتي على ارض الواقع، مصر عاوزه ايه عشان ننهض بالعمل بتاعنا، عشان ننهض بمصر؟ يعني يمكن احنا ترتيبنا ال 94 اقتصاديا على العالم، انت شايف دي مكانه فعلا تستحقها مصر؟ لا طبعا، مصر لازم تبقى من اكبر 10 دول على مستوى العالم. باللي عندنا النهارده، احنا عندنا انواع كتير جدا من السياحه. عندنا ممكن نعمل حياه اقتصاديه ملهاش حل. عندنا سياحه طبيه، رياضيه. لا عندنا سياحه كتير. سياحه الاقصر واسوان، سياحه بحريه، سياحه طبيه، في كتير جدا. ده ابسط حاجه في الاقتصاد. ايه المبادره اللي انت خدتها عشان تساهم في العمل المصري او تساهم على ارض الواقع فعلا في المجتمع المصري؟ احنا حاليا ان شاء الله بنعكف على عمل مشاريع كبيره جدا ان شاء الله تخدم كافه المجتمع. في بعضها خاص بالمعاقين، في بعضها خاص بالعمل التطوعي، بس في مشاريع اقتصاديه نبتدي نستغل الطاقات دي. تمام. احنا عندنا مبادره حاليا ان احنا ان شاء الله بنطرحها الفتره الجايه. والعمل نحول كل مبادرات كل اماكن الحزب الوطني نحولها لاصول ثقافه للتوعيه. ده وقتنا، انا اقدر اعمل ده، بس طبعا الساده المسؤولين يساعدونا في ده، مش يسيبونا نتكلم لوحدنا ونقدم طلبات ونقدم اقرارات ونقدم افكار في الاخر كلها في الدرج.
تمام. يعني انت شايف مبدأ الحزب الوطني اللي في التحويل لسه لحد دلوقتي ما استغلش لصالح المجتمع المصري، انت ممكن تستغله في لصالح فعلا المجتمع المصري في ندوات ثقافيه او موضوع مركز التوعية، ما ثقافي؟ انا قلت لك في اول كلامنا ان دي مشكله جهل، لازم نستغلها بالشكل الامثل يعني انت شايف ونحولها للشكل الايجابي. تمام. هنفضل زي ما احنا ولا هنتقدم ولا خطوه قدام. معلش يا محمد، انت شايف ان الندوات هي الحل في الفتره الجايه ولا العمل هو الحل؟ اللي عنده رساله يقدمها، اللي يقدر يشتغل يشتغل. كلنا نقدر نشتغل، بس الكلام التوعوي يطلع من مكانه الصحيح، الناس هتصدقه. فاهم قصدي ايه؟ مش اي حد يطلع يتكلم الناس هتقول لك ده بيتكلم، ده بيعمل، ده بيسوي، شوف ده هو بيعمل ايه او ده ما بيعملش ايه. يعني انت مبدأك نقعد قدوه. اسالوا اهل الذكر، ايه؟ واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تمام بالظبط. خد الحكمه من افواه العاملين مش من حاجه تانية. تمام. طب خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع للساده المستمعين طبعا، وانا سعيد بالحوار الشيق ده معاك يا محمد. ربنا يخليك يا رب. باذن الله يكون المستمعين نكون باذن الله موفقين في الحلقه على قد ما نقدر، لان احنا دورنا كلنا ان احنا نخدم مجتمع مصر من اي مكان احنا نكون فيه. فاصل ونرجع لكم تاني. مش عارف انه في يوم هيموت، ده العمر مش فارق، طب ليه نخاف من الموت؟ مين فينا مش عارف انه في يوم هيموت، انه في يوم هيموت. أخاف من أي شيء، واللي يخاف وسطنا إزاي يعيش؟ مكتوب عليا أمشي في طريق عكس الطريق، وده دين عليا في يوم أكيد أنا هوفي بيه. ومش هزار ده ضرب نار، ولازم تاخد القرار. مش هزار ده ضرب نار، ومفيش حلاوة مش هزار ده ضرب نار، ولازم تاخد القرار. مش هزار ده ضرب نار، مفيش حلاوة من غير نار. لا مفيش حلاوة من غير نار، لا مفيش حلاوة من غير نار. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. وأجمل حاجة شافتها عينيا ضاعت مني مش بإيديا، لازم أسيبها ويبقى نصيبها تعيش العمر تفكر فيا. وأبسط حلم حلمته معاه ضاع وكسرها من جواه، حتى ما سبتش ذكرى جميلة تفكرها ان انا ده هو. مش هزار ده ضرب نار،